أرادانا سمداريا فتاة هندية تبلغ من العمر 13 عاما، توفيت بعد أن صامت لمدة 68 يوما. بدأت الشرطة الهندية تحقيقا مع والدي فتاة هندية. قالت الشرطة أنها تريد أن تعرف إذا كان الوالدان أجبرا ابنتهما وتدعى أراندا سمداريا على الصوم أم لا. وأكد الوالدان أن سمداريا صامت طوعا وفقا لتعاليم الديانة الجينية، وهي واحدة من أقدم الديانات في العالم. وأثارت هذه القضية جدلا واسعا بشأن ممارسة الصيام في الهند وفقا لتعاليم دينية. وأفادت تقارير بأن سمداريا عاشت لمدة 68 يوما على الماء المغلي، وتوفيت الأسبوع الماضي بعد يومين فقط من توقفها عن الصيام. يرى بعض خبراء الجسم البشري أنه يمكنه أن يعيش بدون طعام لنحو شهرين. وذكر المتحدث باسم الشرطة أن دعوى قضائية رفعت ضد الوالدين بعد أن تقدمت هيئة حقوق الطفل بشكوى رسمية ضدهما. وقال المتحدث باسم الشرطة أن الوالدين لاكسمي تشاند ومانشي سمداريا سجلت ضدهما دعوى قضائية بتهمة القتل، التسبب في الوفاة بسبب الإهمال وفقا لقانون الأحداث، القسوة ضد القُصّر. ونفى الوالدان ذلك، وهم تاجرا مجوهرات ثريان يقيمان في حيدر أباد، إجبار ابنتهما على الصيام. وقال والد الفتاة: لقد طلبت السماح لها بممارسة الصوم، وطلبنا منها أن تتوقف بعد 51 يوما، لكنها لم تقلع عن ذلك. لقد كان صومها طوعا ولم يجبرها أحد. لكن نشطاء من المجتمع المدني رفضوا مزاعم الوالدين. وقال أحد النشطاء ويدعى أشيت راو: إن البلد كله يجب أن يشعر بالخزي لأن هذه الممارسة لا تزال موجودة. زعيم الطائفة التي ينتمي إليها والدها أبلغه بأنه إذا صامت الفتاة لمدة 68 يوما فإن عمله التجاري سيحقق أرباحا. وأضاف أيضا: أجبرت الفتاة على شرب المياه فقط من طلوع الشمس إلى الغروب، لم يكن هناك أي ملح أو ليمون أو أي شيء آخر تناولته. وانتقد راو أيضا العائلة بسبب استغلالها موكبا جنائزيا للإشادة بابنتهما كقديسة طفلة. الجانب الصادم هو أن العائلة سعيدة بأنها الابنة هي الوحيدة التي تفيض روحها لبارئها بهذه الطريقة النادرة. والصوم لفترات طويلة شائع لدى معتنقي الديانة الجينية، وهم يمثلون أقلية دينية في الهند. أثارت وفاة الفتى حالة من الغضب على مواقع تويتر الاجتماعي، وألقت الضوء مرة أخرى على بعض الممارسات الدينية المثيرة للجدل. قالت ديني فليب في حسابها على تويتر: هل هذا حقيقي؟ في أي قرن نعيش؟ والأدهى من ذلك أنها من أسرة متعلمة. وقال في فيكتانكا: وفاة أرادانا سمداريا البالغ من العمر 13 عاما هو أمر مؤلم جدا. لقد حان الوقت لطائفة الجينية كتتأمل. وفاة مراهقة بسبب الصيام بهذه الطريقة هو أمر غير إنساني. وتساءل أشوك سوين قائلا: فتاة من معتنقي الجانية تبلغ 13 عاما تموت بعد أن صامت 68 يوما. كيف يمكن لدولة أن تسمح بهذا الغباء؟ وقالت أناميكا: هذا أمر مخز تماما وتعصب ديني وإساءة معاملة لطفلة. أليس من المفترض لأتباع الجينية تقدير قيمة الحياة؟ الصوم هو شعيرة مشتركة في كثير من الأديان، لكن لا يسمح أي منها بالصوم حتى الموت جوعا. قادة جينية دافعوا عن الصوم لفترات طويلة. وقال مهاراسا رافاندرا مونجي أحد رهبان الديانة الجينية في حيدر أباد: النساء الحوامل أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية لا ينبغي عليهم الصوم، ولكن لا يوجد ما يمنع صيام الأطفال. ولكن الفترة التي ينبغي عليها صيامها يجب أن تعتمد على القدرات الفردية الخاصة بكل شخص.